موضوع مصطفى شلبي ومحمد صبحي. مين التالت بتاعهم؟ الزناري. هو المنظر ده كده كويس؟ المنظر اللي في الامارات كده كويس؟ يعني انتوا ما كانش عجبكم منظر امام عاشور وهو بيتخانق مع فرد امن في مول؟ هل كده بقى المنظر كويس وانت بتسوق سمعة بلد؟ هو دي مش شماتة، اللهم لا شماتة، وان شاء الله يرجعوا كويسين وسالمين ان شاء الله، لان دول مهما كان لعيبة مصرية. بس لما بيبقى في حدث في مصر يخص لاعب انت كارهه، ما تبقاش تعلق عليه قوي وتتك عليه قوي، لان الايام دواره والعمليه قريبه، واللي النهارده عندي بكره عندك. بس احنا ما بنشمتش، احنا بنقول ان شاء الله ربنا يرجعهم سالمين وغانمين. بس انا عايز اعرف موضوع مصطفى شلبي. يعني ايه قصه مصطفى شلبي مع رجال الامن بتوع الاستادات يعني هل انت مسجل خطر؟ برضه في ماتش الكونفدراليه آه، اتخانق برضه وبقوا يشدوا فيه ويقع على الارض ويقوم، ويشدوا فيه ويقع على الارض ويقوم. ايه الحكمه في انك كل ما تشوف حد بتاع امن بيستفزك؟ مش فاهم يعني. هو انت مشرط؟ واشمعنى انت بالذات؟ ليه انت بالذات؟ يعني ليه المره دي مش لعيب تاني مثلا، مش لعيبه تانية؟ اشمعنى انت برضه؟ وتضم لك دونجا، وتضم لك الزناري، وتضم لك محمد صبحي. بس ليه انت تحديدا يا مصطفى شلبي؟ يعني اشمعنى انت؟ والموضوع رسي على ان الغرامه هتبقى تقريبا 600 الف درهم، ولسه بيحاولوا يسووا الموضوع، وكابتن حسين لبيب بيلوح بالانسحاب. يعني لو ما كانوش هيسووا الموضوع ننسحب من السوبر، ولان ما اعرفش ايه علاقه ده بالسوبر والانسحاب من السوبر يعني. هو تقريبا بقى الموضوع قريب قوي لكابتن حسين لبيب، اي حاجه نهدد بالانسحاب، يلا هدد الانسحاب، هدد بالانسحاب، هدد بالانسحاب. يلا ربنا يهدي الجميع. نخش في النقطه الثانيه بتاعه مستر كولر، اللي مش هيسيب جمهور الاهلي الا لما يجننه خالص. ايه الماتش اللي لعبناه بتاع سيراميكا ده؟ ماشي احنا فزنا وكل حاجه، بس ما حدش في الجمهور الاهلي كله مقتنع باللي حصل يعني. وانا عايز اعرف سر برضو تألق طاهر في ماتشات السوبر بس. دايما لما تلاقي الفرقه كلها واقعه ونايمه ما يظهرش فيها الا طاهر، دي حاجه غريبه. تأليف، ألف ألف في الكوره عشان يرمي امام عاشور وقفشه في نفس التوقيت في الملعب، يخلي امام عاشور جناح شمال وينزل قفشه في نص الملعب، ويسيب اكرم توفيق لوحده. اكرم توفيق مات، مات. حرام. امام عاشور مكانه 8 تحت راس الحربه، سيبه يلعب حر، يضم مع الجناح اليمين يعمل مثلث، يضم مع الجناح الشمال يعمل مثلث، ينزل يستلم الكرة من تحت، يشوط شوطة، تديله حريته في الملعب. انما تكتفه جناح شمال وتسيب بره عندك رضا سليم وعندك حسين الشحات وطاهر اساسا مكانه جناح. ليه الشقلبة دي؟ وانت لو لعبت كده في ماتش الزمالك هتشيل، لو لعبت كده في ماتش الزمالك هتشيل، ولو لعبت كده في ماتش العين الاماراتي هتشيل اكتر واكتر واكتر، وهنطلع بفضيحة. الملعب لازم يتعدل. الله ماليش دعوه بقى ان كنت انت عايز تعمل مفاجاه للزمالك، بس هي ما فيهاش مفاجات. التشكيل الاهلي معروف ما فيهوش مفاجات. لو كان ده اللي في دماغك، تشكيل الاهلي ما فيهوش مفاجات. جوميز هيعمل حسابه على ان هو مروان عطيه نص ملعب، وحاليا بعد اصابه بعد اصابه عمر كمال ونزول اكرم توفيق باك يمين، اصبح ما فيش حد في نص الملعب. ربنا يستر ما يبليناش بكريم ندفد، ربنا يستر وما يبليناش بكريم ندفد. ينزل كوكا ومروان عطيه وقدام منهم امام عاشور، والجناحين يبقوا الجناحين، جناحين اللي ربنا خالقهم ومنزلهم كده الارض يلعبوا في الاهلي كجناحين. ما تالفليش، اعدل جناحات. بيرسي تاو اذا كان فايق، لو انه يلا الله يرحمه. عندك حسين الشحات، عندك رضا سليم اديله، واعدل الملعب، العب الملعب عدل. اشرف داري اللي انت جايبه ركنه صدى بره ده ينزل مكان ياسر ابراهيم، يبقى رامي ربيعه واشرف داري. اشرف داري بيعرف يبتدي هجمه من تحت. انت من ساعه ما محمد عبد المنعم ما مشي من الاهلي انت ما انتش عارف تلعب كرة من تحت خالص، كل كور طويله. اي فرقه بتيجي تضغط عليك يلا شلت على قدام. محمد عبد المنعم اللي كان بيعرف يعدي من واحد ويبني هجمه من تحت،
اشرف داري نفس الموضوع على فكره. اشرف داري بيعرف يحضر هجمه من تحت. ياسر ابراهيم ما عندوش. ياسر ابراهيم كان مدافع كويس، انما عشان في بنى هجمه او تثق فيه في باص مظبوط، لا، مش موجود. دي الرساله اللي كنا عايزين نوصلها. مش عايزينكم تنسونا ان شاء الله في الشير والتعليق والمتابعه ان شاء الله. اشوفكم على خير.